السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكل مشاهدي الكرام في البث المباشر من ملعب البشير بالمحمدية الذي يحتضن مباراة قوية عن الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي إنوي، اللقاء اللي غادي يجمع بين الفتح الرياضي وفريق الوداد الرياضي البيضاوي. كما قلت في مباراة ننتظر منها الشيء الكثير، خصوصا كما قلت بأنه فريق الوداد سيسعى تحقيق نتيجة إيجابية. يوسف التريكي وأمين دحان لقاء الإياب الفتح الرياضي كذلك تمكن من الفوز بهدفين لهدف واحد. اذا تعطى الانطلاقه ديال هذه المباراه، نتمنى بان اللقاء يكون لقاء جميل بين الفريقين. لعبت الكره طويله لفائده فريق الفتح الرياضي من الجهه اليسرى امين صوان، تدخل ديال اللاعب ايوب بوشتا، الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا. فرصه وهذه الكره الثابته لفائده فريق الفتح الرياضي. ترفعت الكره في القائم الثاني، الراسيه محاوله ممتازه وتدخل الحارس يوسف مطيع. اول فرصه واول محاوله لفائده فريق الفتح الرياضي بواسطه حمزه النوري. نتابع من جديد ياسين لامين لعب الكره، اضطر يشتغل مع عديد من الانديه الوطنيه. رولاني مكوينه على المدرب الجنوب افريقي، فجوج ديال الفرق اللي عندهم مكانتهم على مستوى كره القدم الوطنيه، وبالتالي فريقين اللي هذه فرصه محاوله لفائده فريق الوداد. فرصه تدخل الحكم كيمنع خطا لفائده فريق الفتح الرياضي. كانت فرصه لفائده فريق الوداد. سقوط العميد معاذ بحسين، تابعوا سيف الدين بورا، تدخل ديال معاذ بحسين ثم الحكم كان الخطا. كان تنافس مع سيف الدين بورا في الكره الاخيره. رولاني مكوينه وسعيد شيبه في بدايه هذا اللقاء وفي بدايه هذه الجوله الاولى. هل هناك شيء على اين؟ ياسين بوسليم يطلب من اللاعبين بانهم ينتظروا اذا ما كان اي شيء. بالتالي خطا لفائده فريق الفتح الرياضي. اسماعيل مترجي هو اللي كيستعد للتنفيذ. اسماعيل مترجي رفع الكره داخل منطقه الجزاء، الراسيه فرصه برا جانبا، راسيه جمال حركاس اللي كيصعد من اجل مسانده الهجوم ديال فريق الوداد. اسماعيل مترجي رفع الكره، راسيه جمال حركاس ولكن الكره مرت جانبا. في الوقت كتجي الصافره ديال الحكم ياسين بوسليم تنهي اطوار هذه الجوله الاولى بتعادل سلبي 0 لمثله بين الفتح الرياضي وفريق الوداد. ياسين بوسليم سيعطي انطلاقه هذه الجوله الثانيه. نتمنى انه اللقاء كذلك انه يكون سريع ونتابعوا محاولات للتسجيل ولما لا اهداف، خصوصا بان الموسم الماضي فسواء لقاء الذهاب ولقاء الاياب كان هناك اهداف، خصوصا لقاء الاياب اللي كنعرف لتوقيع 3 ديال الاهداف. كره لفائده فريق الوداد. جمال حركاس كيلعب الكره طويله، هناك انطلاقه ديال لاعب سيف الدين بوهرة، تدخل الدفاع. تمريره من امين مسن، كره بالكعب على مستوى الجهه اليسرى لاعب ياسين لامين تسديده وتدخل الحارس يوسف مطيع. تسديده قويه، تدخل الحارس يوسف مطيع. نتابع مره اخرى مهدي مبارك، ايوب بوشا، ترجع كره من جديد لحمزه الساخي، كرة طويلة داخل منطقة الجزاء عند لاعب محمد الريحي. هذه فرصة لفائدة فريق الوداد. مهدي مبارك إمكانية رفع الكرة، فرصة تيميلو ناصي، تدخل الدفاع دائما، خطورة متواصلة، محاولة إبعاد الكرة من طرف اللاعب أنس سرغات. كانت فرصة الهدف تضيع، يمكن نقول بأنه تضيع ببشاعة صراحة لأنه كان أمام المرمى سواء وليد ناصي. تعود المحاولة مرة أخرى حمزة الساخي، كيرجع الكرة لنبيل مرموق، محاولة كانت سانحة للتسجيل لفريق الوداد. جمال حركاس مشات الكرة في الجهة اليمنى للاعب اسماعيل مترجي، والكرة خارج أرضية الملعب. شرط لفائدة فريق الفتح الرياضي. غادي نتابعوا الصورة. مهدي مبارك رفع الكرة، لاحظوا بأنه كان جوج ديال اللاعبين، هذا اللاعب الرايحي ساخي لأيوب بوشتا. البحث دائما عن الحلول. مرة أخرى أيوب بوشتا، تمريرة قصيرة بلاعب فريق الوداد، الرايحي بالرأس لأيوب بوشتا، كيمرر عند اللاعب حمزه الساخي. ترفعت كره داخل منطقه الجزاء، تيميلو بيلولا كيمرر. هذه فرصه والهدف، هدف الاول لفائده فريق الوداد، هدف الاول. فرحه كبيره
فريق الوداد يتمكن من الوصول الى المرمى. لاحظوا فرحه كبيره للاعبين وللجماهير ولرولاني موكوينا. الوداد اخيرا يصل للمرمى ويسجل الهدف الاول في هذه المباراه. لاحظوا الفرحه الكبيره لانه كان ضغط كبير على اللاعبين وعلى الجماهير. هدف اول لفائده فريق الوداد الرياضي. تابعنا العديد من التمريرات قصيره بين اللاعبين. الساخي يرفع الكره، جيميلو ميلولا يمرر لموتارجي اللي وضع الكره صراحه بطريقه ممتازه. هدف اول لفائده فريق الوداد. نتابع من جديد هذه المحاوله. جيميلو ميلولا تمريره ممتازه لاسماعيل موتارجي، يرفع الكره ما يعني اعتمدش على القوه اكثر من التركيز واكثر من الدقه وكذلك الفنيه، فانه يوضع الكره بهذا الشكل وبهذه الطريقه في الوقت اللي سننتظر اكيد تاكيد او الغاء الهدف. الحكم اذا هناك وضعيه تسلل، هناك وضعيه تسلل والهدف ملغى وهدف مرفوض. كره في الوسط، صمد ماهر، يحيى بن خالق، حذيفه كيلعب الكره طويله عند اللاعب حمزه النوري. حمزه النوري دخل داخل منطقه الجزاء، دي فرصه، كره مرت جانبا، فرصه ومحاوله خطيره لفائده فريق الفتح الرياضي. مرتد هجومي اللي قاده حمزه النوري، تمكن من الانسلال من الجهه اليمنى، الدخول داخل منطقه الجزاء، يسدد والكره تمر جانبا من القائم الايسر اللي مرمى الحارس يوسف مطيع. نتابع اللي نسل من اللاعب نبيل مرموق. لاحظوا يوسف مطيع اللي طلب من اللاعبين انه يطلبوا الكره للامام. مشات الكره في الجهه اليمنى، اللاعب معد مهدي مبارك تمريره لمحمد مفيد كاميران عند اللاعب معد اونزو مراوغه ممتازه، هذه فرصه تسديده، فرصه جيميلو يجد الحل ويضع الكره في الشباك. جيميلو مايلولا لاعب الجنوب افريقي يتمكن من وضع الكره في الشباك، ولكن كل عمل كان ديال معاد اونزو اللي تمكن من المراوغه ديال اللاعب الاول والثاني. تمريره ممتازه عن جيميلو مايلولا الذي يضع الكره في الشباك. المهاجم الجنوب افريقي ينقذ حتى الان المدرب الجنوب افريقي رولاني موكوينا. هدف الاول وهدف التقدم الان لفائده فريق الوداد. جيميلو مايلولا يجد الحل، فرحه كبيره في مدرجات الملعب البشير بالمحمديه. نتابعوا مره اخرى معاد اونزو، العمل كبير، مراوغه ثم يسدد. تبعد المحاوله لفائده فريق الفتح الرياضي وجمال حركاس يبعد الكره. الحكم ياسين مسلم يعلن على نهايه المباراه بفوز فريق الوداد الرياضي بهدف للا شيء. هدف اللي سجله جيميلو مايلولا.